بصوا يا جماعه احنا دلوقتي في الاهرامات، وتعالوا بقى اخدكم في جوله كامله في وسط الاهرامات. سبحان الخالق. وهناخد جوله كمان في منطقه الاهرامات في المدينه بره، نشوف الدنيا عامله ازاي. ونشوف الدنيا هنا جوه عامله ازاي. تحس ان هي ارض زراعيه. في سنان فوق عشان تفكر يعورك ويبان الفيو احسن. النودلز شريمب. الساعة دلوقتي 6:30 الصبح، وصوت العصافير مالي المكان. منظر روعة. تعالوا بقى كده ننام ونصحى الصبح بدري، ناخد جولة بقى كده كاملة في الأهرامات، ونشوف بقى الدنيا هتمشي ازاي. ويلا بينا. دلوقتي الساعة 9، الجو هنا اختلف خالص. دلوقتي الساعة 9 والشمس طلعت والجو بقى حر جدا. لبسنا وجهزنا، فتعالوا بقى كده ناخد جولة في الأهرامات، نشوف بقى الدنيا هتمشي معانا عاملة ازاي. جو شمس قاتل، جو رهيب، بس شمس قوية جدا. فتعالوا كده بقى نشوف الدنيا هتمشي معانا عاملة ازاي. اقول لكم بقى على كل تفاصيل الاهرامات، تدخلوا بقى منين، تدخلوا بكام، سواء مصري او عربي او اجنبي. بصوا اقول لكم على كل تفاصيل الجولة دي. يعني جولة تراثية ومختلفة من نوعها، وان شاء الله هتعجبكم. تعالوا ننزل بقى كده من الفندق. احنا لبسنا الكاب عشان الشمس قوية قوي. فندق رايق. بصوا الغرفة اللي أنا كنت فيها عاملة ازاي. الديكوريشن هادي قوي، بسيط. احنا رايحين دلوقتي نقطع التذاكر، لأن هما نقلوا التذاكر. كانت الأول جنب بوابة الدخول، هما نقلوها. قول لنفسك يا اخي. طيب ما تقول لنفسك. طيب انت يا احمد كده خدنا التذاكر، تذكرة ب60 جنيه. الفيو عامة رهيب. في بقى بوابتين انت ممكن تدخل منهم، البوابة اللي هي اللي يعتبر البوابة اللي هم مسمينها البوابة العظيمة، والبوابة اللي هي من ناحية نزلة السمان. فاحنا دخلنا من هي ناحية نزلة السمان، دخلتنا على طول على يعتبر ايه ال3 اهرامات. احنا لسه اصلا داخلين من البوابة، حرفيا الفيو كاشف كل حاجة. جو رهيب، الدنيا شمس بس الهواء رطب، الهواء كده تحسه ايه بارد. ان شاء الله بقى الجولة دي ممتعة وتعجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو، وتعملوا بقى سبسكرايب للقناة، وتعالوا نبدأ. بصوا هرم هنا، الهرم التاني والهرم التالت. ده بقى الاتوبيس النقل الجديد اللي عملوه بدل العربيات، لان انت ما ينفعش تدخل في العربيه. والله كنت هنفسي الجو هنا رايق جدا بجد. فتعالوا بقى كده نبدا باول حاجه. بص بقى، عامه سعر التذكره بيبقى 60 جنيه، ده للمصريين. انما بقى بالنسبه للاجانب وللسياح فهي سعر التذكره بيبقى 700 جنيه، يعني حوالي 14 دولار. ده بالنسبه للتذكره. طبعا بقى الاقل من السن فبيبقى التذكره سعرها مختلف. وحاجه مهمه جدا كمان، ان انت ما ينفعش تدفع كاش، لازم تدفع فيزا. طبعا ممنوع تدخل بالعربيه زي الاول، يعني هتلاقي كل اللي هنا يا اوبر يا اللي هي الباصات الجديده. مش هتلاقي حد داخل بعربيه ملاكي خالص، منعوا الموضوع ده خالص. في باركنج تركن بيه، الباركنج تقريبا ب 20 جنيه. وحاجه جميله جدا بقى عملوها، ان سعر كل حاجه هنا ثابته. سعر الخيل اللي هتركبها، او سعر الجمل، او سعر الكاريتا اللي هتركبها، عامه اي حاجه، اي اكتيفيتي ممكن تعملها هنا في الهرم، فهي سعرها ثابت. عشان برضو ايه، يمنعوا موضوع الغش او الحاجات اللي زي كده. الصراحه الدنيا بقت منظمه بطريقه مش طبيعيه، الدنيا بقت احلى بكتير جدا عن الاول. وما شاء الله يعني كل شويه في تحسن وتطور بجد. انا مبسوط جدا. وفي ناس هنا كتير جدا لو عايز تتصور بكاميرات وكده، بس بقى لازم تجيب تصريح عشان تتصور بالكاميرات وكده. فهم بيبقى فيهم مصورين متخصصين يعني وكده. تعالى على جنب، بص الباص ده، الباص اللي انت بتركبه وبيلف بيك يعتبر الاهرامات كلها محطه محطه. جامد قوي. الدنيا بقت منظمه اكتر، بقت احلى. طبعا اهرامات مصر يعني بلاد العالم كلها هي هنا.
فاحنا دلوقتي بقى ماشيين واتجاهنا للبانوراما. البانوراما بقى دي بتبقى حته في الاهرامات، يعني بتبقى كاشفه الثلاث اهرامات بحيث ان انت بتلاقيهم جنب بعض، وبتلاقي بقى الصوره اللي المصريين كلها بيتصوروها اللي هم بيبقوا حاطين ايديهم فوق الهرم، تحس ان هم ايه ماسكين الهرم. بص حوالي كل دقيقتين بالظبط هتلاقي باص من دول معدي. دي بقى الخيل اللي انت ممكن تركبه. بص ده واحد وقع من على الخيل. في كمان بقى انت ممكن تركب الكاريتا دي. في كمان جمال. بس كل ما هتطلع كل ما الفيو هيحلو، واسعار كل حاجه هتلاقوها وانت بتقطع التيكت. دي بقى الجمال اللي انتم ممكن تركبوها برضو. تذكرة بس. بص بقى ده الخيل اللي انت بتركبه. ممكن تركب الكاريتا وممكن تركب الجمل. الله ياكلك والله. حبيب قلبي. واحنا راجعين هنركب الجمل. البانوراما اللي بيبان فيها الثلاث اهرامات. بيجيب لك التسعة. حلو. بيظهر 9 اهرامات. تمام. عايز اعرف الكبيره عامله كام والصغيره عامله كام؟ 500 دي اللي هي الصغيره. الوسط هنا بتعمل لك 1000. الكبيرة دي بتاخد منك زي ما تاخد منك ساعة ونص، دي بتعمل لك 1500. بتبقى مفتوحه يعتبر يعني. وبالنسبه للجمال المصريين 400 جنيه. مع مكتوب بره. للغير مصريين بتعمل معاك 1000 جنيه. بيبقى قد ايه بقى الجمال؟ بتعمل ساعة لك انت عايز لفة كبيرة كده. عايز نعمل لك كام صورة ليه هنا؟ لا انا بس مصور كذا حاجه ولسه هرجع تاني. صورك ببلاش. لا يا حبيب قلبي. عشان تقدر توصل لجزء البانوراما اللي هو الحته يعني اللي فيها الثلاث اهرام، فانت لازم تركب حاجه، مش هينفع تاخدها ماشي عشان هي بعيده. يا بص هناك خالص كده، فانتوا لازم تركبوا حاجه، تركبوا اي مواصله سواء الباص او خيل او كاريتا او يعني اي مواصله يعني من الحاجات دي عشان توديكم هناك، عشان انتوا مش هتعرفوا تمشوا كل ده. هنا بقى اللي ورايا دي كل الباصات اللي بتحمل علشان بقى توديك بكل محطه، يعني يعتبر هتنزل فيها، مش بتقف في السكه، هي بتقف عند كل محطه فانت بتنزل بقى عند كل محطه. ايه يا عم عارف محمود ولا مش عارف؟ عارفه يا عم. ايه الاخبار؟ الحمد لله. حاجه بقى برضه نسيت اقولها لكم، ان حاليا دلوقتي بقى في كافيهات وفي مطاعم انت ممكن تاكل فيها جوه الهرم ذات نفسه. بص بقى دي الساحه المتخصصه بتاعه الجمال والخيل عامه، عاملين لهم ساحه مخصوصه بعكس الاول كان بتلاقيهم في كل مكان، دلوقتي بقوا في ساحه مخصوصه. ليكو احسن لك عشان الصور ويبان الفيو احسن. هي دي معاك ودي بتاعتك ودي بتاعتك، بس انا اشرح لك الجمل. الفرق اللي انا هعمله معاك جمالين ولا كتور؟ جمالين؟ تركب جمل حليب؟ هيركب جمل. خلي بالك ده اعلى من الحصان. هناخد الجمالين اللي هناك دول. بص الجمال ما شاء الله، انا اصلا بخاف من الحصينه، ما بالك بقى تركب جمل عالي قوي. انا بخاف من المرتفعات. طب انا بخاف من المرتفعات. طيب على كده لفها لك بقى شيخ العرب همام. شوفوا بقى مش قوي كده. لا ما تقلقش حبيب قلبي. استنوا بقى شيخ العرب همام. انا مش عارف وشي شكله عامل ازاي، حلو ولا وحش ولا ايه؟ اركب دوت لك حاجه هاديه عشان بعد كده بقى نخليك تسوق لوحدك. ماشي. الكاب ده حطه هنا صح؟ جايب لك الرهوان الخامس. حط رجلك هنا، مفيش حاجه هنا بتقعد. لا ده معايا انا عشان عليات شغل انا صور الخواجات بسبب هات بوسه الكلام ده. بسم الله. 1 2 3 يعني فين ده الجزء الثاني؟ واحده بس تشيل رجلك عادي. اسمك ريلاكس، افرد ظهرك لورا. امسك هنا. بسم الله توكلنا على الله. هيقع كده ولا ايه؟ بسم الله توكلنا على الله. بس كده. بص بقى ده كازانوفا يجيب 1 كاس. 1 كاس. ها؟ عيب لما تقول الكلمه دي. ما بخاف انا من الحاجات دي. يا نهار ابيض. توكلنا على الله. بص اهم حاجه تسيب جسمك خالص وايه وهو هيمشي عادي. بص ما تقلقش، بس مش معنى كده ان انت تسيب نفسك خالص تقع. يا نهار ابيض. وانت صلك الجبال. انبسط يا حليم، استمتع باللحظه. هتموت يعني، لو وقعت هتموت. مش هتموت يبقى خلاص. عليكم السلام. تجربه ممتعه بس لازم تجمد قلبك. صباح الفل. زمان كانوا بيسافروا بالجمال، كانوا بيقطعوا مسافات كبيره. نفسي اعمل لك على مصر السفاري. بصوا احنا كده يعتبر وصلنا البانوراما، الثلاث اهرامات مكشوفين باينين كده قدامك. ركوب الجمل ممتع قوي بالنسبه لي، انا استمتعت فيه اكتر من ركوب الخيل لان هو هادي.
احلى رجاله. بص انا مش ماسك اصلا دلوقتي خلاص، يعني انت واحده واحده هتتعود عليه. بص الكاريتات مقسمه الارض ازاي، تحس ان هي ارض زراعيه. بص احنا دلوقتي بقى كده طالعين الجبل، طالعين القمه، متعه والله. بص 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 الفيو عامل ازاي، هتبص. سبحان الخالق. قول له هات بص هيديها لك على طول بالكلمه. يا ولا مش باين، مش اهي. تحس ان ده فوتوشوب. احمد بقى صورنا كذا صوره، عنده كميه افكار هتلاقوها. بص هو اللي هيصوركم مش هتقولوا له اصلا. لما يكون واحد ومراته والكلام دوت بتبقى احلى شويه، في كام خلفيه ليهم بتبقى متعه. اقعد يا ابني. هو ده كده عمره 5 سنين. بص مفيش سنان فوق عشان تفكر يعورك. استنى خلاص بقى. تريكه تريكه هبص هنا ولا دي النايم بيراميد، التسع اهرامات، بس مشهوره بالنايم بيراميد. الثلاثه اللي هناك خالص دول مش عارف هما باينين هنا ولا دي كده. الثلاثه والثلاثه الكبار دول والثلاثه التانيين، عشان كده اتسمت بالناين بيراميدز. احنا اصلا مفكرين 3 اهرامات، ده هم 9 اهرامات. اتجاهنا فين كده دلوقتي يا ابو حميد؟ هنعدي من ناحيه الهرم الثالث، يعني احنا هنرجع مكان ما ركبنا بس بقى باتجاه الهرم، بحيث ان احنا نكون لفينا ايه دوري كده على الهرم. انا عايز اعدل نفسي يا ابو حميد. تمام عدلنا نفسنا بنجاح. بصوا هنا كده بقى من قريب شكل الهرم عامل ازاي. الابيض ده بتاع المصريين والباقي ده بتاع السياح. لا ممكن شركات سياحه بتجيب الزباين رحله سعيده جو. حبيب قلبي رحله سعيده فايق. حبيبي يا سلام. اي وقت تيجي احنا خلاص ماشي. المفروض النفر الواحد ب 400، بس احنا يعني عشان جبنا تبع حد معرفه وكده خدنا يعني الجمالين 600، يعني وفرنا 200 جنيه. هي كل قطعة سعر مختلف عن التاني صح؟ ده الباص اللي احنا هنركبه. Это типа рейсовые автобусики, да, они курсируют по... Да. هتلاقوه مكيف ومش بفلوس. كده نزلنا من الباص وفي باص تاني، انا مش عارف الباص التاني ده بيودي على فين. بصوا عامة كل الباصات اللي هنا بتبقى فور فري مش بتبقى بفلوس، دي حاجة برضو جامدة جدا. في كافيهات برضو ممكن تقعدوا فيها. احنا كده بقى واقفين في اللاين مستنيين الباص يجي عشان نركبه بقى وننزل في المعبد ابو الهول. بصوا اللاين قد ايه، هو اصلا بيبقى زحمة جدا، يعني مش عارف ايه موضوع الزحمة ده. بيبقى في ناس مخصوصة بتنظم اللاين يعني وكده عشان ما يحصلش هرجلة او يحصل. ده بصوا مليان ازاي برضو. كده بقى ركبنا الباص زحمه جدا، ما لقيناش مكان كراسي يعني فهنضطر نقف، مش مهم المهم عشان نوصل. احنا هننزل عند معبد ابو الهول. هو كله بينزل، الناس كلها نزلت. بص المنظر عامل ازاي. هو الباص ده بيروح فين تاني غير ابو الهول؟ اخركم ابو الهول وبعد كده هلاقي باص من هناك بيطلع على البوابه. في 2 صح، واحد بيطلع على البوابه العظيمه والثانيه بيطلع على البوابه اللي هي عند نزله السمان صح. بص الفوق ده كله بيتحمل دلوقتي. دي بقى محطه ابو الهول اللي هي المحطه اللي جايه. شفت اصلا الباص اللي كان فاضي فهو دلوقتي اتملى على الاخر. بالنسبه بقى لاسعار الدواب او الاسعار الجمال والخيل والكاريتا بيبقى 400 جنيه ده بالنسبه للمصري، لكن بالنسبه للسياح او للاجانب بيبقى 1000 جنيه، يعني حوالي 20 دولار مثلا. دلوقتي بقى احنا كده اتجاهنا لابو الهول. الجمل وجع لي رجلي عشان الارض اختلفت. دلوقتي داخلين ابو الهول. Находили здесь 24 статуи. Туристы остаются довольными, а Джамайл остается богат. По 200-300 баксов, пожалуйста, а то меньше нельзя. Рамату сделали от алебастра. الاجانب هنا اكتر من المصريين. Значит, пожалуйста,
Библия Глобус, пожалуйста, вон туда. Здесь нормально фотографироваться, туда подниматься. كده يعتبر جبنا وجه. يلا بينا بقى نطلع كده من الاهرامات نكمل الجوله بقى منطقه الهرم. حاسس ان احنا خدنا وقت كبير قوي في الاهرامات، محتاج اكتر من فيديو عشان تقدر. احنا خرجنا بقى من قريب قوي من المدخل اللي احنا دخلنا منه اللي هو في نزلة السمان. بص بقى اول ما هتطلع من الاهرامات هتلاقي بقى محلات كتير جدا بتبيع اكسسوارز، ممكن بقى تشتري حاجات تذكاريه حاجات كده فاهم. هنا برضو 99% او 100% من الشقق معموله فنادق. في كمان هنا روفات كتير جدا، تقريبا على كل بيت برضو هتلاقي روف تقدر تطلع يعني تفطر فيه او تقعد فيه. يعني الصراحه تجربه الاهرامات جامده جدا. فتعالوا بقى كده، كان في محل عصير قدام نشرب من عنده عصير عشان نرطب على نفسنا عشان خلاص مش قادرين. بصوا بقى كمان في مطاعم كتير، في برضو مطعم صيني هنا، في مطاعم برضو مصري اكل حرش، في حاجات كتير. بس شكله عامل ازاي. بص هو في هنا محلين عصير، وواحد عديناه اسمه تقريبا الكوبيسي، ده انا حاسه حرش كده فاهمين. تعالوا كده نعدي السكه. بص في فرن عيش اللي هو ببطاقه، العيش اللي هو ايه ابو رده، وده بقى بتاع العصير. تعالوا نشرب بقى عصير من المكان ده، مكان باين عليه قديم جدا، مكان ملوش اسم. السلام عليكم، ايه اكتر حاجه مميزه عندك؟ حبيب قلبي ادينا قصب من ايدك الحلو. بص هتلاقي عندك بطيخ، هتلاقي عندك شمام، هتلاقي عندك سفندي، هتلاقي عندك ده يا عناب، ده برتقان تقريبا بس البرتقان ده حاسه مش طبيعي مش فريش. ده برده شكله عناب. عنده حليم هتلاقوه واقف لو جيته. عنده بص كوبايه القصب ب 20 جنيه. بصوا المكان قديم قوي، المكان حرفيا قديم لدرجه مش هتتخيلوها. عنده رمان هنا هتلاقيه من 2014. بصوا اصلا الكاشير عنده عليه برتقان. بص بقى هنا هو بياكل بالعصاره القديمه اللي هي اليدويه دي. بص هو هيفكرك بايام زمان. ده المنيو بتاعهم. الاسعار دي نفس الاسعار يا خال، نفس الاسعار. بصوا هنا بيعصر على المكنه القديمه. ربنا يديك الصحه يا حاج. بصوا هنا تلج بدائي وبيعصر هنا، وهنا القصب كله اللي يعتبر بيخزنه اللي بيعصر منه. يا لعبك الصلاة على النبي. تسلم ايدك. جبنا كوبايه قصب، بصوا قصب ساقع شكله رهيب مرطب قوي قوي. بصوا كل الشمس اللي احنا خدناها دي رطبنا عليها كوبايه قصب تحفه. بقى دي عامله كام دي يا خال؟ من غير فلوس. ربنا يخليك. ب 20. بصوا الكوبايه دي ب 20 جنيه. بصوا تعالوا عند عم عاطف هتشربوا كوبايه القصب جامده قوي. في كمان مطعم ورانا اسمه كافيتيريا الجزاوي، ده المفروض ان هو مطعم بتاع فطار بيقدم فول وطعميه والحاجات دي. بس احنا طبعا بقى عشان الوقت يعني متاخر وكده، الساعه حوالي 5 فهنتغدى بقى على طول. السلام عليكم. صباح الفل. في الاكل بقى هنجرب مطعم تشانشينج، هو مطعم صيني وبيعمل اكل صيني وكده. فتعالوا كده بقى نجربه ونشوف هيطلع حلو ولا وحش وايه الكلام واسعاره عامله ازاي. فتعالوا نشوف. تحس ان انت دخلت شوارع الصين برضه بتراث مصري. المطعم ما شاء الله كبير، كل حاجه ليها علاقه بالصيني، تحس ان انت فعلا في مطعم صيني يعني. بصوا بقى هم عندهم منيوهين، منيو سوشي، منيو كبير عريق للسوشي. ده بقى منيو الاكل الصيني العادي بقى بتاعنا. كاتبين هنا 14% خدمه يعني وضريبه. عندهم فرايد رايز ونودلز، عندهم كمان فيجيتابلز برضو، عندهم كمان بيف، عندهم كمان تشيكن. مش عارف انا بقى مع التنوع ده هيخيش في حاجه ولا شوف الكواليتي عامل ازاي، ولا عشان في منطقه سياحيه وكده فانت ممكن تلاقي الكواليتي مش احسن حاجه. بص هناخد فرايد رايز تشيكن، وهناخد كمان نودلز شريمب، وناخد كمان تشيكن وينجز وايت صوص. ايه الدمبلنج سوب دي؟ شوربه فيها دمبلينج. طب اخد اللي هي الصغيره. تعالوا كده نبدا باول حاجه بان هوت بيف ديش. بقى دي بتبقى عباره عن لحمه معموله بالبصل الاخضر وفلفل الوان بصل الابيض عادي. بص شكلها قطعه البيف سميكه شويه، تتبيله خطيره، الميكس كله مع بعضه تحفه، اللحمه مستويه كويس مش بتشد، خطيره. ندخل على النودلز شريمب. بص بقى بيبقى فيها شريمب بتبقى نودل الشرايط دي. بص الجمبري، النودلز حلوه، الصوص ده خطير. بصوا بقى النودلز شريمب دي ب 180 والبيف 300. طبعا ده من غير ال 14% الضريبه. وبس كده يا جماعه، دي كانت جوله كامله كده في الهرم.